ايه رأيكم بقى في الفراخ الخطيرة دي؟ عملناها بكل سهولة، ما خدتش مننا وقت خالص. في تحضيرها ان شاء الله الوصفة هتعجبكم جدا. الوصفة سهلة جدا وبسيطة لكل ست شغالة، ولكل ست بيت عندها اولادها في المدارس ما عندهاش وقت تطبخ. ان شاء الله الوصفة دي مسعفة جدا وهتعجبكم جدا. بس يا حبايبي قبل ما نخش على وصفتنا، يا ريت كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ومحدش ينسى اللايك الجميل بتاعه. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا. ويلا بينا نخش على وصفتنا ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير بجد من الفيديو اللي فات. وسامحوني اني ما بقتش انزل فيديوهات على طول. بس دي والله فترة، وان شاء الله هتعدي. وان شاء الله هبدأ التزم بتنزيل الفيديوهات زي ما كنت بنزل الاول. بس عايزاكم كده تدعولي ان القناة يرجع عليها الاعلان زي ما كان. وان شاء الله باذن الله هنقدم مع بعض وصفات حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم. والنهارده انا جايه اعمل وياكم وصفه سهله جدا وبسيطه لكل ست شغاله، لكل ست ما عندهاش وقت، عندها اولادها في المدارس ما بتقدرش تفضل في المطبخ فتره كبيره. فان شاء الله الوصفه دي مسعفه جدا. الوصفه انا عملتها وياكم قبل كده كذا مرة بس بطرق مختلفة. النهاردة ان شاء الله الطريقة هتعجبكم، سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش اي وقت ولا اي افتكاسات ان شاء الله. هتعجبكم جدا وكمان مسعفة جدا جدا. هنعمل مع بعض ايه النهاردة يا زوزو؟ هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن مع البصل. طبعا انا عملتها وياكم قبل كده بكذا طريقة وبكذا تتبيلة. النهاردة ان شاء الله التتبيلة سهلة جدا وبسيطة وهتعجبكم جدا، والطريقة كمان منجزة جدا للوقت. لأي ست شغالة زي ما بقول، شغالة وعندك ولادك في المدارس بيتعلموا بتذاكري لهم، طبعا ما بيبقاش عندك وقت كتير ان انت تقفي في المطبخ. فالطريقة دي ان شاء الله سهلة جدا هتعجبك. اول حاجة معانا في الوصفة بتاعتنا طبعا الفرخة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، طبعا مغسولة كويس جدا ومنقوعة في محلول النقع، قلت لكم عليه قبل كده كتير. طبعا غسلاها ومصفياها ويعني فله ما اقولكوش. معانا كمان كمية محترمة كده من البصل، يعني زي ما تقدري تحطي بصل حطي التقطيعة زي ما تحبي. انا تقريبا مقطعة كيلو بصل. انت عايز تقطعي نص، عايز تقطعي كيلو براحتك، بس كل ما بتزودي في البصل في الوصفة بتاعتنا دي كل ما بتاخدي نتيجة احسن. تعالوا بقى بينا نعمل التتبيلة اللي هنتبل بيها الفرخة قبل ما نحطها على البصل بتاعنا. اول حاجة معانا للتتبيلة معانا معلقة كده من صلصة، من الصلصة المعلبة، طبعا موجودة في كل بيت. ومعانا كمان البهارات بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. معانا بصل باودر معلقة، ومعانا توم باودر، من كل حاجة معلقة الشاي صغيرة. ومعانا بابريكا مدخنة. البابريكا هنملى المعلقة قوي، يعني هنقول معلقة كبيرة لان انا بحب طعم البابريكا جدا في الفراخ المشوية او في الفراخ بالبصل. معانا كمان معلقة كده مش مليانة قوي فلفل اسمر، وكمان معلقة من السبع بهارات زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وطبعا معانا الملح بتاعنا، طبعا الملح ده على حسب ذوقك. هناخد كده معلقة برضو صغيرة، وهنيجي على البصل بتاعنا وهننزل كده بشوية من الملح صغيرين، شوية كده من الملح، وكمان شوية من الفلفل الأسمر. مش هحط أي حاجة على البصل بتاعي أكتر من كده، لأن طبعا التتبيلة دي هتنزل بعد كده على البصل. تمام كده يا حبايبي. معانا ايه تاني؟ معانا معلقة من العسل الأبيض. عندك عسل ابيض تمام، ما عندكيش عسل ابيض يبقى عسل اسود، ما عندكيش عسل ابيض ولا اسود معلقه من دبس الرمان هتكون تمام جدا. معلقه كده من العسل الابيض، ما بالمعلقه الصغيره برضو.
كل البهارات بتاعتنا النهارده بالمعلقه الصغيره ما عدا البابريكا اللي زودنا شويه. لحد دلوقتي كده كل حاجه سهله وبسيطه. هننزل كمان هنقول 3 معالق كبار زيت او ربع كوبايه من الزيت عشان ندوب فيها التتبيله بتاعتنا دي. تمام كده يا حبايبي. هنبتدي بقى نتبل او هنبتدي ندخل التتبيله دي كلها كده مع بعض، نقلبهم يعني لحد ما ياخدوا من بعض. يلا يا حبايبي بقى، لو وصلتوا ويا لهنا اللايك الجميل بتاعكم، ويا ريت كده محدش لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت الفيديو وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ويا ريت تشيروا الفيديو مع اصدقائكم عشان الكل يستفاد وعائلتنا الصغيره تكبر بيكم ومعاكم. هندخل بقى كل التتبيله دي في قلب بعض كويس جدا جدا. فايده البابريكا المدخنه اللي بتدينا طعم ولون حلوين جدا لاي مشاوي بنعملها. تمام كده يا حبايبي. هنجيب بقى البصل وبايدينا هنفركه كويس جدا كده بالتتبيله بتاعتنا بالفلفل الاسمر يعني والملح، ندخلهم كده فيه كويس جدا بالشكل ده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بعد بقى ما عملنا البصل بتاعنا كويس جدا كده بالفلفل الاسمر والملح، يلا بينا نتبل الفرخه بتاعتنا. طبعا انا هتبلها وهعملها على طول، بس لو انت حابه ان انت تشيليها شويه في التلاجة او تخليها شويه في التتبيله تمام مفيش اي مشكله. طبعا بقى انا هتبلها، هدعكها كويس جدا بايدي علشان التتبيله تدخل جواها وتتشرب كلها من التتبيله بتاعتنا دي. بعد ما دعكت الفراخ بتاعتي كويس جدا بالتتبيله طبعا من فوق ومن تحت، ودخلت التتبيله تحت الجلد زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، حطيت باقي التتبيله اللي اتبقت ويايا هنا على البصل بالشكل ده كده عشان البصل يتكرمل ويانا كده ويدينا طعم بجد رهيب. هننزل كده بالفرخه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي على البصل. طبعا البابريكا المدخنه هي اللي مديانا الطعم الشكل الجميل ده. تمام كده. نجيب بقى عندنا هنا هننزل كده بقرن من واحد من الفلفل هنا وواحد هنا بحيث انه يتشوي مع الفرخه بتاعتنا. طبعا انا نازله بالفلفل سليم، لو انت عايزه تقطعيه براحتك بالشكل ده كده. مش هنعمل اي حاجه تانية، هننزل بس التتبيله اللي هي متبقيه ويانا هنا من الفراخ كده اهي. نبتدي ننزلها هنا كده على الفراخ بتاعتنا كويس جدا. طبعا التتبيله دي بجد رهيبه رهيبه، جربيها وصدقيني مش هتقدري تبطليها تاني، هتعتمديها ان شاء الله في اي فراخ مشويه بتعمليها. وكمان تنفع جدا لو انت بتعملي لحمه في الفرن، التتبيله دي تنفع جدا ليها بالشكل ده كده يا حبايبي. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. بكده الوصفه بتاعتنا جاهزه ان هي تدخل الفرن. بس اول حاجه هنعملها هنجيب ورق الزبده بتاعنا، طبعا هنحط ورق الزبده الاول علشان ورق السلوفان ما يبقاش على طول ملامس الاكل. بس قبل ما نحط ورق الزبده احنا هنطلمشها كده عشان ما تلزقش في قلب الفرخه بتاعتنا بالشكل ده كده، وهنبتدي نحطها. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده هنغطي بالفويل. نجيب بقى الفويل بتاعنا ونغطيها كويس جدا. طبعا احنا في المرحله دي مولعين الفرن وسايبينه يسخن. لازم الفرن بتاعك يكون على اعلى درجه حراره بالشكل ده كده يا حبايبي. هدخلها الفرن اول حاجه على الصاج، هنحطها ربع ساعه على الصاج
وبعد كده هنرفعها على الشبكة، واخر 10 دقايق هبتدي اشيل من عليها الفويل واشيل من عليها ورق الزبدة واسيبها تاخد اللون. ايه رأيكم بقى في الشكل الخطير ده؟ بجد الفراخ طعمها رهيب. اتمنى تجربوها وتقولوا لي على رأيكم في الكومنت. واشوفكم في وصفة جديدة بألف خير، والسلام عليكم.